ليه معظم الشركات بتغرق في التفاصيل؟ عشان ما عندهاش خريطة واضحة ولا كتالوج بتمشي عليه. طب تعالى نتكلم بشكل عملي أكتر. شركة عايزة تبني ERP عندها Enterprise Resource Planning، نظام بيجمع كل العمليات في مكان واحد، والمبيعات عايزين تقرير أسرع، والمخازن عايزين دقة في التفاصيل، والفاينانس عايزين كنترول على كل حاجة. من غير خريطة عمليات واضحة كل واحد بيفكر في مشكلته بس. لكن هنا بقى أول ما بترسم بروسيس اركتكتشرز اللي هي خريطة العمليات، الصورة بتبقى واضحة وكاملة للجميع. تعالى نبني بروسيس اركتكتشرز على 3 مستويات. ليفل 0 بتاعتنا الدورة الرئيسية O2C اوردر تو كاش، من اول ما العميل ما بيطلب لحد ما بيستلم الطلب بتاعه. الليفل اللي بعديه مرحله كبيره شويه، الطلب، التسعير، الشحن. والليفل الثالث بتاعنا خطوات تفصيليه اكتر، مين بيعمل ايه وازاي وامتى. طب ايه الهدف من ده كله؟ عشان نحدد البوتل نيكس، عنق الزجاجه، والمشاكل الصغيره تبقى موجوده فين، الهاند اوفز، التسليمات بتمشي ازاي، الداتا جابس، نقص البيانات. وعشان كده في اداه مهمه جدا هنشتغل عليها دلوقتي، سيبوك، عباره عن ايه؟ سبلايرز، مين اللي بيغذي العمليه، انبوتس، ايه هي المدخلات بتاعتنا، بروسيسز، ايه هي العمليات اللي بتحصل جوه، اوتبوتس، ايه هي المخرجات اللي هتطلع لنا، كاستمرز. كل الكلام ده رايح لمين؟ رايح فين؟ لسه بقى. الحلقه الجايه ان شاء الله هنبدا ناخد كل الحاجات اللي خرجت لنا دي، هنحولها ل SLA و SOP. ما تخافوش، هقولها لكم المره الجايه. يعني بدل ما يبقى خريطه عامه، هيبقى كتالوج تشغيل بيقفل وقت وزمن وجوده للشغل بتاعك. وخد بالك من الحلقه الجايه، ركز عشان المثال ده هنشتغل عليه ونكمله. راح فين؟ تعالى يا سيدي، بص بقى. عايزك ترسم خريطه عمليه اللي هي بروسيس اركتكتشرز لطلب اجازه عندك في الشغل. جرب تعمل سبوك في جدول من 5 اعمده، وخلي النسخه دي عندك جاهزه عشان هنشتغل عليها SLA و SOPs في الحلقه الجايه. وما تنساش اللايك والفولو والشير لعلنا نستفيد. سلام.